بص يا عم ماجد، ايه يا حبيب قلبي؟ اذا كان المتابع بيتفرج علينا على اليوتيوب يعمل اشتراك، واذا كان بيتابع على الفيسبوك يعمل فولو. لان اللايك يا جماعه سبيل الدعم الوحيد سواء هنا او هنا، لان اللايك على اليوتيوب لو الفيديو عجبك هيظهروا 5 غيرك، صح. الا لو انت بقى مش عاجبك وعادي حقك. اللي مش عاجبه يعمل شير يا باشا، حقه حقه. مش عاجبك يعمل شير. جروب دفعه جروب مش حارمينكم من حاجه، جروبات ياما. حدجنا ياما، ايوه قلنا ايه نحلي الله عليك. ايه نحلي واذا يا جماعه بما اننا هنحلي ان عدنان بيحلل ايه الحلو. ايه ده لهذه الدرجه شفت ازاي؟ بيحلل حلو ازاي مع انه حلو؟ هيجزع بقى باظت. ايه وحاجات كده. انت جايب سمك يا محمد؟ اي الله اكبر. ومحشي ايه؟ محشي ايه؟ فراوله مانجا تفاح موز شوكولاته، شغل كبير. الله ولكن أكبر. يا عم ماجد ايه يا حبيبي؟ ما بناخدش من الاشكال قوي، امال انا ابدا. احنا ندوق ايه نقيم. تعلمنا في هذا البرنامج ان نحكم بالايه، بالمظاهر ولا على الاكل ولا عن النسوان ولا على الرجال. ولا على اي حد والله. شوف انت اختار كده وبعد كده نشوف ده ايه وعامل كام وبتاع. جيب لنا الحلوى المغلفه دي كده. ماشي يا جدعان عمر الحلوى المغلفه ما تخيب يا جدعان. ايه ده؟ غالبا بطاطا فرن نوتيلا ده ماجد. الله بطاطا شوقتني. طب دوق الشوكولاته لوحدها بقى كان دوق الشوكولاته على جدها شويه، مش نوتيلا بقى. مش نوتيلا لا. هو اقل منها شويه. الحاجات اقل اللي منها شويه. مش مشكله، احنا نشوف كتقييم عام يعني. انزل بقى تحت نغوط. عارف يا ماجد مين؟ تلفزيون اعلان اللي هو يا راجل. والله اللي احنا فيه في نص مليون ده. انزل تحت. ايوه أيوة، تحت. كده جميله والله العظيم. بطاطا بصحيح. اي اسمها بطاطا لوحديها. كريمي كده يا ده، عامله زي بطاطا. عامله زي البطاطا. لا والله العظيم جميله يعني ما توقعتش. اصل البطاطا انت خدت بالك بناكلها هنا في العاشر عند ايوه ما 10 جنيه ده. لكن ان هي تتحط على النوتيلا وبتاع وطاجن، لا عجبتني. بتعمل شوق. عجبتني بصراحه بالرغم ان الشوكولاته مش هي النوتيلا، البدائل بتاعتها والله اعلم احيانا لما النوتيلا بتتسخن بتدي طعم تاني، ولكن انا من طعمها ده مش نوتيلا. لا، مش لا، النوتيلا اللي هي الأنواع النوتيلا اللي يعني. أقل شوية. ولكن كتوتال جميله جدا شغاله عجبتني يعني انا اديها حوالي مثلا 7 من 10. ده تمام. نخش على ايه؟ على اللي بعده. على اللي بعده يا عم ماجد. هات الحلوى المغلفه الثانيه. الله ده انت ايه ده بقى؟ مش ممكن. خش على ده انت المغلفة حكايتك على ايه طول. معانا؟ ايوه الحلوى المغلفه ما تخيب. او بلبن مكسرات اكتر بكتير. لا ده بلبن باين كام ما كيس مكسرات ما هو بره حاجه زي كده. انا عشان كده عملت حاجه، بس انا جبت اكسترا مكسرات عشان خاطر ادوق المكسرات نفسها اشوف فريش زي اللي احنا دوقناها في بلبن ولا لا. بلبن كانت المكسرات عندهم يعني انا اللي مميز بلبن مش الرز بلبن والقصه، الحاجات دي كلها ستاندرد حاجات عاديه، اللي مميزه الحاجات اللي متضاف عليها. تعامل يا معلم باشا. فريش خالص. ممتازه. لازم زي بعض في المكسرات يعني. قرع عسل فرن. الله. عامله كام ده يا باشمهندس مواب؟ عامله 20 جنيه. 20 جنيه. اي الله اكبر. يعني تجيب مش غالية بتاع خالص. 7 سندوتشات كبده من عند ابو من عند ابو بلال اكبس العسل وحاطط بتاعها. لك على الوش قشطه. ولا يا سلام. شايف انت طبقه قشطه من فوق؟ أيوة. الأولى. يالا بقى يالا. الله جميل. الله. انهار من القرع العسل حلو المصفى. قوي يا صلاه النبي. ممتاز. ربنا يكرمنا بنهر العسل في الجنه. يا صلاه النبي. انا وانت يا رب. امال اللي في الجنه ايه بقى؟ تخيل. ممتازه دي والله العظيم. القرع يعني حاجه انا ما اكلتش قرع من زمان. القرع مثلا الحاجه اللي بتعمله في البيت وكل فين وفين. الله. ده ممتاز جدا عجبني قوي قوي. يعني ده اطلبه تاني. طبعا. ده 8 من 10. ايده. جامد. نخش على ايه؟ على اللي بعده. على اللي بعده. نخش على حاجات من رز بلبن. دي الحلوى المكشوفه بقى. عارفينها يعني. أيوه. نخش على المستخبي. يلا يا باشا اتكل على الله. يلا يا باشا. انا في جنبي هنا طبق مكشوف بس باين انه حلو بس أي. مكشوف. هات المغلف. ماشي. يا جدعان هات الخلطه عمرها ما تخيب. ام علي ام علي محطوط عليها عسل من فوق. ام علي دي عم وجدي ام علي مكسرات عامله 32 جنيه. السلام. وادي المكسرات يا عمنا. يا اخي فكره المكسرات نفسها فريش دي طبعا. بتدي فاليو لحاجه بتوديها في حته بعيد جدا. ام علي نفسها لو كانت حلوه ومكسرات قليله ما كانتش هتوديها وتديها نفس البعد طبعا. بتاعها ده. طبعا. هي بتكمل بخلطه على بعضها. صح. سخنه ودايبه. جميله قوي. دايبه خالص. وانت عارف المميز في كل الحاجات دي ايه؟ ان سكرها مش كتير. مفيش حاجه ما ده فيش سكر. مش فيش حاجه ده لحد دلوقتي السكر فيها اوفر. انا شايف انا إيه. حاسسها هوا يالا او بتاع مفيش حاجه. بتاع دايبه أي بسبب خالص. اللبن اللي فيها كتير خالص. فانت ما بتدوقش الملفيه ده. ايوه. قوي. يا لهوي. جميله. تهدي ام علي دي 8 ونص 10. هو يدك برضه. طيب نخش على ايه؟ على اللي بعده. على اللي بعده. نجيب ده مغلف اهو بقى. كسكسي. مكشوف. لا ما تجيبوش. اتبقى لنا بقى حبه الحاجات ايه ده؟ ده ايه ده؟ ده اللوتس رز بلبن مع كسكسي طبعا. أيوة. حلو. تحب تختار ايه؟ لا خلي الكسكسي للاخر. ماشي. هات لنا لوتس.
رز بلبن لوتس ده عم ماجد عامل 22 جنيه، واللوتس اللي عنده مش لوتس مش بسكوت مجروش زي اللي كان فاكر بتاع بلبن. كان مجرم قوي. بص عموما يعني احنا مش في حلقه بلبن، بس احسن حاجه عموما لو عايز تاكلها من بلبن هو رز بلبن لوتس. أيوة. يعني ده لو اول حاجه هقولها لك، او ام علي نوتيلا. بس هو لما شفت حلقه بلبن واحد شوفها اللوتس ده اللوتس صوص يعني مش زي التاني اللي هو كان بسكوت مجروش. هل ده يطلع هو؟ زي التاني ولا الله اعلم؟ يلا بينا. والكميه ظبط لا الصراحة. لوتس محترم. لا والحجم عموما طبق أيوة. كبير. بص يا عم ماجد جميل جدا، واللوتس قريب من الكراميل بس مش زي التاني. أيوة. يعني احنا لو هنقارنه بالرز بلبن اللي احنا كنا هناك، لا برغم ان ده جميل واللوتس حلو وكل حاجه، مقارنه بالبسكوت اللي يبقى مجروش عليه ده، القرمشه اللي انت بتاكلها في البسكوت دي لا مش هنا، برغم ان اللوتس حلو عاجبني وكل حاجه. أيوة. بس قارن لك يعني هو لذيذ. الرز بلبن لوحده احنا هناكله هنا ساده ماشي. ايوه والطبق ده مثلا انا هديله 7.5 من 10. اديله 6. نخش على ايه؟ على اللي بعده. على اللي بعده. يلا نعمل لا ذوقك لا تخلي كده يعني يا باشا نهائيا. في هنا ده شكله شقاوه. ام علي بالكاجو والموز وبتاع اه رز بلبن بالكاجو اسمه رز بلبن كاجو بوم. تفتكر البوم ده صوص جديد؟ لاقيه ملح ولا سكر ولا عادي. شكله مجرم. شايفه مجوده. انا حاسس بقى ان ده هو ده بكام ده يا باشا؟ ده عامل 30 جنيه يا عم ماجد. هل الفرق في ال 8 جنيه بينه وبين اللوتس؟ يمكن هو ده لا تلاقيه في صباع موز وشويه مكسرات. والله يا بلاش. ممكن. سمي الله. اخبط عايزين موز وعايزين كاجو. الصوص طعمه غريب يعني. الصوص اللي فيه ده عالي قوي. مش فاهمه يعني. تعالى مره ثانيه كده. الصوص اللي محطوط عليه مش عاجبني. صوص الكراميل ده مش حلو. انا ما كيفنيش بصراحه. والموز بصراحه يعني انا كنت بفكر كنت بفكر ان صوص الكراميل ده هو اللوتس عموما. مش ما كيفنيش. مش هو اللي توقعت منه الطعم الجامد صراحه. انا الصوص عجبني بصراحه. بس الموز هو اللي بوظ القصه دي. عادي اذواق بس عموما قشطه يعني. هو الطبق ده لا مطلوبوش. ولا 4 من 10. لا 6 من 10. نخش على ايه؟ على اللي بعده. وهذه الحقيقه يا عم ماجد. طبعا يا باشا. فعلا تنزل. طبعاً. بس احنا ايه؟ اخوات. صحيح. عم ماجد حبيبي عامل ايه؟ الحمد لله. اتبقى لنا يا باشا ادي رز بلبن قشطه، رز بلبن مكسرات، رعشه عدنان. رعشه عدنان. خلي الرعشه دي مع الرعشه اللي هناك. ماشي. يبقى انت دلوقتي عندك رز بلبن قشطه الله. ورز بلبن مكسرات. ماشي. اختار يا وجدي. القشطه حبيبي. يلا بينا. حبيبي افتح. القشطه ده يا جماعه، رز بلبن قشطه محتاج اكله زي ما قلت المره اللي عدت. حاجه تكون محتاجه تطمحها في البق. يا سلام. يعني كلت شويه كبده وسجق. لازم لازم تبحر السخونيه دي. ايوه يا اخي تيجي ما تسيبهاش ما تسيبهاش. يا بشويه عصير قصب مثلا. يا عيني يا بشويه عيني. رز بلبن. شويه زلده. حبه ايه؟ زلده كده يولعوا الصدر دول. الله. رز بلبن يا عم ماجد. شويه قشطه. حاطط لك قشطه الله فوق. أيوة. مش قشطه سائح. لا. ندوق ونقول اعملها عملها صلبه. رز بلبن بقى عندك اهو لوحده تقدر تدوق وتقول. سمي الله. جميل والله العظيم جميل جدا. منتهي صح؟ انت بالك من رز اللبن هنا؟ والله حلو. ما فيهوش الحته اللي كانت في الاول. انا مبسوط. هو جامد. ده حلو جدا والقشطه بس يعني قشطه تقيله. اجمل حاجه اكتر حاجه ده طعم. انا متكيف من ده الطبق كلون ده. مع الصوديوم. متكيف منه جدا. متكيف منه. ده بقى يتاكل فعلا بعد القصه بتاعت الايه؟ بعد الحامي. بعد الحامي. يبرد بقى يخش يبرد هو ده العمليه. الطبق الافضل. على لا الان كله. لا الى الان كله. لا انا بالنسبه لي مثلا في المتوسط ده 7 من 10. لا ده 8 وشويه. ماشي براحتك. بالنسبه لي اللوتس ده كان احسن. ولو لا على الله. بس ده الاستخدام وده الاستخدام. ايوه ده تحليه تقيله لو انت عايز تقيل. تاكل حلقه ده في السهره. حلو. ده يتاكل بعد حاجه. بعد اكل عموما. نخش على ايه؟ على اللي بعده. نديله كام من 10 ماجد؟ 8 ونص. انا هديله 7 من 10. احلى كلام. خش على ايه؟ اللي بعده. اللي بعده. انا عارف شغلي كويس يا حبيبي ماشي يا بقى فندم. انا عارف ماشي يا فندم. اطلع شوف السويتش. ايه ده؟ رز بلبن مكسرات. بس انا ماجد انا من السكر الدنيا يعني دخلت في بعضها. السويتش ولكن حدث جديد. انا حاليا بقيت متوقع اللي هدوقه فقشطه. يعني مثلا ده هيبقى في السبعه برضه سبعات. بص كلام. انا بس بعيب على بلبن. فاكر مجدي؟ ايوه يا باشا. الرز بلبن ده ساده. والله العظيم. اوعى تفكروا بالمكسرات. ده ساده يا المكسرات اهي. مكسرات انا اللي عامل لها اضافه عشان خاطر كنت هدوق هل المكسرات عندهم فريش ولا لا. وده المكسرات دي عامله 10 جنيه. والله يا محمد ده اظنه عيب في المحل. ليه بقى؟ لان ده عامل زي حمدي ووفاء كده. كانوا بيحاسبونا على الطرش والحاجات دي. لا يعني انت عايز يديك شويه مكسرات من غير على اي طبق. اي طبق مكسرات. اي طبق. لا ده مش منطقي. يروج عليه. لا ده مش منطقي. ليه؟ في مطعمك بعمل كده يا حبيبي. اي ماشي يا عم. ماشي انا مش هعمل كده. ماشي اتكلم كويس بس كلام كويس. ده شغلي مطعمي انا فاهمه. ده شغلي احط عليه مكسرات براحتي. ده شغلي. اعمل السويتش. انت دايما كده تبوظ الشغل اللي انا بعمله. ماشي. ندوق ايه رز بلبن لوحده. بسم الله الرحمن الرحيم. وانا احب اضيف اضافه رز بلبن هنا. دوق يا باشا. اتفضل اتفضل. لا ضيف يا باشا. ضيف يا باشا. كريمي جدا والله. انت دكتور ابني. لا شكله كريمي. الله عليك.
هي دايما بتفصل مننا بعدين في النص التاني. حاول تدوم. بس كنت قاعد مع ناس فاهمه، كنا نقول والله الترانزستور عمل شكل للدايره لو في نفس الوقت شيك برضه. بص مش ده كده الدايره. امسك مرة واحدة. لا والله كنت هو ده كريمي وحشة. وحش والله جدا. 3 من 10. لا والله العظيم. لا والله وحش. ده ممتاز. أذواق يا باشا. ممتاز 3.5. اوكي. لا والله حلو. أذواق. جميل لانه متوسط والنشا بتاعته مظبوط يعني، كله حلو على بعضه. ماله ده متوسط يعني، ده الاساس السليم اللي يتحط عليه حاجات. ماشي معايا يعني. لا ده مش وحش، ده مش سيء. انا ما قلتش وحش. 3 من 10. 13 لانه ساده، بس 10 لانه هو سيء. ماشي هجيب على بعضه كده. على بعضه كده مش طعمه بالنسبه لي في المتوسط، فانا هديله 5. ومش 5 لانه سيء، 5 لانه رز بلبن ساده يعني، مش رز بلبن برضه اللي عند الناس لو اروح اكل رز بلبن عند ده ساده. لا ده رز بلبن كويس عشان خاطر يتحط عليه صوص، يتحط عليه مكسرات، يتحط عليه لوتس، يتحط عليه نوتيلا هكذا. لو قصه ان اطلبه، لا انا بطلب رز بلبن عموما بالاضافات. ايوه. ولكن كخامه او كاساس كويس. نخش على ايه؟ على بعده. على بعده. يلا بينا. في علا يا جماعه، انتوا ازاي بتدوقوا كل الحلو والحلويات اللي ورا بعض دي؟ قول لي ازاي. يا ابني قول لي شغلي انا جاي باص شغلي ده شغلي. في بعد اذنك بس لو بتتفرج انت ارجع ورا شويه. ارجع ورا بس ورا دقيقه واحده احل لك كل حاجه. ارجع ورا شويه بس 10 دقايق واعمل كل حاجه. بعد اذنك ده شغلي. ارجع ورا. قول لي ازاي. احنا جايبين البرطمان ده. البرطمان ده برطمان بن كولومبي جاي من البرازيل. ايه يا ابني يا عم، هات طبق رز بلبن لابسه في وشه. عم ماجد. ايوه يا باشا. ايه يا ابني؟ ايه؟ نخش فانا عرفنا الناس الساده احنا بنفصل بيه ازاي. بالظبط. ندوق بقى ايه؟ كسكسي. ندوق الكسكسي ده ايه؟ يا جماعه انا بحب الكسكسي. العالم الارياف هيفهموني. بحب الكسكسي الحادق المبروم اللي بيتاكل مع البط. يا سلام. عارفينه؟ ايوه. عارفه؟ طبعا. انا عايز. لا تدوق انت يا محمد باشا. مالكش في الكسكس؟ تجيش معايا سكه والله. ده اسوء الاكلات اللي اكرهها في حياتي. هو بيجي معاه لبن حط عليه غرجه حسب لك كب منك. بس لا هو ككسكاس عادي والله. ربنا يعني. نصرني. انا قلت اكله من غير لبن. من غير سكر ولا لبن، زي ما انا باكله في بيتي حادق. ايوه. بس بالله عليك لما يا انت تاكله شيخ، في بيتك مع البتاع. بالله عليك يا عم، هيجي ده تمام ايا كان اي مطعم اي حد زي اللي امي بتعمله في البيت. لا طبعا. ازاي؟ ده كوبايه لبن والله العظيم. شبهه ولا ايه؟ عمر الكسكاس ما عجبنيش. نخش على ايه؟ ربنا نصرني. على اللي بعده. اللبن كويس. اللبن فريش. في رعشه عدنان صغيره. ياه. في رعشه كبيره. عامله 35 جنيه. شوفها ده عباره عن ايه؟ والله عباره عن 4 الوان كده، كل لون ما يجيش مع التاني. انا حاسس كده ان في اعلام دول افريقيا كده. شايف كلهم نفس العالم. تلاقي الاخضر ده مثلا صوص فستق حلبي. أيوة. تلاقي ده ممكن يبقى لوتس او بينات باتر. ده تلاقي كريمه او حاجه. ده تلاقيه مثلا اصل في بندق، ممكن يبقى صوص بندق. ممكن. وده اوريو. تعالوا شوف بقى اوريو. والله تعالوا شوف بقى ما يجي بتنجان محطوطين ايه على تحت. ماشي. بتنجان يبقى دي بصاره بالظبط. يمكن والله ولا تعلم. مش كاتبين المكونات. يلا يا عم ماجد اغرز تحت. تعالى من كل جانب كده. اللي تحت رز بلبن يا باشا. ندوق الفستق وبعد كده ندوق كل حاجه، يعني ندوق 4 مرات. سم الله. الله يا جامد قوي. اللي هو بتاع الفستق ده ممتاز جدا. اللوتس احنا دقناه. مندوق تاني. هو ده اهو مسكوت اهو المتصيط اهو. يلا يا عم. هو ده بتاع زمان اهو. ما كانش ليه دم التاني يا جدعان. بسكوت ليه طعم تاني خالص جامد. يا صلاة النبي. بكام؟ ب 35 جنيه والله قليل. والله قليل عليه 35 جنيه. الطبق ده جامد، الطبق ده جاحد. تعال نخش على الاوريو الاخير. هو الاوريو خد بالك مش هو اللي ظابط فيهم قوي. لا ده اوريو. الباقي انا ما بقول لك الباقي جامدين قوي. ده الطبق الاول في الرز بلبن. طب بلا منازع يعني. طب. ويجي بعديه اللوتس وبعديه القشطه بقى والحاجات دي. أيوة. يعني بس تديله كام من 10 ده يا عم ماجد؟ 9. وانا كمان هديله 9 من 10 ودي يعني نادرا لما تحصل. نخش على ايه؟ على اخر حاجه بقى. وغالبا اللي بياخد 9 ده ماجد بيبقى اكتر طبق عجبنا في المحل. بالظبط. نخش على ايه؟ على اخر حاجه. موتنا بقى. اسمها كرواسون رعشه بان او رعشه الكرواسون حاجات كده يعني. عامله 35 جنيه يا عم ماجد. ندوق يا باشا. دي بص
يا باشا بتبقى عباره عن ايه؟ دي عباره عن كرواسون كبير كده مفتوح وجواه غالبا قشطه وفراوله وموز وتفاح وايه وليله كده. بص بصراحه مش عارف ده بيتاكل ازاي او يعني والله ولا أنا. او ممكن نعمل ايه بس يعني نتخيله ونتخيل طعمه. بصراحه ده يبهدلني لو طلب يعني. انا مش فاهمك هاكله ازاي. خد يا عم ماجد. تسلم ايدك محمد بيه. لا ما عجبنيش، مش حلو. مش فاهمه اصلا. مش حلو. كرواسون الفواكه ده مش جاي معايا سكه. هو القشطه تحت طعمها حلو قوي لو كانت عمل من تحت قشطه والفواكه بس مسنوده فيه يعني. مش لازم انا افور الموضوع كله. طب هو ليه يحطه في كرواسون اصلا؟ يعني الفواكه دي اللي تتحط في كرواسون من الاساس. طبق بقى دي افتكاسه يعني شايفها مش حلوه خالص. ما دي الافتكاسه بقى. يعني هي لو في طبق لوحدها الفواكه دي وتاكل بالشوكه وتاكل جنبها فاكهه يعني مثلا. وارد. هو دي افتكاسه او دي تقديمه المطعم بس ده اطلبه اللي انا ما اطلبهوش بصراحه. ولا ده يعني ده اقل ان انا اكلته النهارده. وانا برضه شكلا شكل كبير ومش عارف ايه والقصه دي بس المضمون مش اميزهم لا. أيوة. نشيل بقى وايه ونقيم ناخد بقيه الفلوس من الراجل. اتكلموا وهمشي. بصوا يا باشا وصلنا لنهايه حلقتنا وعايزين نرتب للناس عشان خاطر يبقوا عارفين يطلبوا ايه أيوة. او ايه احسن من ايه بالنسبه لنا. عشان نعرف نقيم ال10 بقى احنا نفتكر الاميز. ما انا بفكرك احنا طلبنا ايه. ماشي. انت تقييمك ايه؟ يلا يعني بالنسبه تقييم أنا شخصياً؟ ايه اكتر حاجه فاكرها عجبتك؟ اخر حاجه كلناها دي اللي هي رعشه عدنان صغير. عدنان عدنان صغير اه اللي هي ام علي وفيها اربع صوصز. دي نمره واحد. حلو. بعد كده رز بلبن بالقشطه. تمام. بعد كده بالذاكره يعني قرع عسل فرن. بعد كده لوتس. تمام. طبق بطاطا فرن نوتيلا. بعد كده رز بلبن كاجو بوم. حلو. بص يا باشا عشان خاطر بس ابقى عارف انا بودي فين تحت وفين فوق. رز بلبن كاجو بوم ده ما يتطلبش خالص يعني ولا حلو ولا ده ما يتطلبش من الدغري كده. رعشه عدنان كرواسون دي برده ما تتطلبش. تمام. رعشه عدنان الصغير اللي كان فيها 4 صوصات دي احسن طبق انا اكلته النهارده عند عدنان. بعديه قرع عسل في الفرن ده يعني احسن حاجه في الرز بلبن زي ما انا قلت كده. وتحتيه قرع عسل بالفرن. هيجي تحتيه بقى الحاجات اللي يجي تحتيه ام علي مكسرات. الله. ام علي مكسرات دي كانت شبح بل ان ممكن قرع عسل مع ام علي مكسرات زي بعض. اللي ام علي دي كانت جميله فعلا حلوه قوي عندنا بس كانت تقيله شويه. بس عشان خاطر بس النقطه برضو تبقى مفهومه يعني هيك. رز بلبن قشطه رز بلبن لوتس دي الحاجات اللي مميزه اللي انا فاكرها. الكسكسي برضو ما كيفنيش قوي بصراحه. بس كده شقاوه محمد باشا. والله خفيف خلصت الحمد لله. على الله. نتقابل يا باشا ان شاء الله في حلقه جديده مع الساده المشاهدين. يا جماعه لو انتم بتتابعونا على الفيسبوك فالحمد لله رب العالمين احنا وصلنا 100,000 فولور على الفيسبوك. لو انتم بتتابعونا على اليوتيوب فاحنا الحمد لله رب العالمين وصلنا ل 35,000 وكسر على اليوتيوب. which is الله اكبر. was dream. يس يس ده كان حلم بالنسبه لنا. كان حلم بالنسبه لنا يا جدعان. احنا يعني لما يوم ما جبنا 1000 فيو دي كانت طبعا ده كان انجاز. كنا بنصور فيلم الوجد عشان الوجد كان بيربي ايامها دقن برضه العالم كنا مبسوطين بقى جدا يعني. كنا في الشارع مبسوطين جدا يعني. فالحمد لله رب العالمين. شكرا جدا ليكم وان شاء الله نتقابل قريب على خير ان شاء الله. هتظبط ونقدر نقابلكم على خير. فسلام. خلص الكلام. لا مؤاخذة انا افتكرت ان انا بقدم محمد شتا. عم ماجد حبيبي يا غالي. خلص الكلام. شجع بس برضو شكله شيك برضو. خلص الكلام. مسك الختام. سلام. هات منديل.